راه لو أن في بلد يحترم فيه السياسة أنفسهم لقدمت الحكومة استقالتها من هذه الفضيحة، ولا اعتذرت للشعب المغربي ولا أبناء الشعب المغربي ولا الشعب المغربي اللي اليوم كيبكوا قدام البرلمان. اش غادي يدير لهم البرلمان؟ واش غندير لهم انا؟ واش غادي يدير لهم غيري؟ والله لن نحرك ساكنا، واقولها واجزم اننا لن نحرك ساكنا. الظلم خطير جدا، اخطر ما يتعرض له الانسان هو الظلم. عندما يؤمن على انه ناجح وتجي انت وتقول له لا ما يمكنش، راه التاريخ اللي ينجحوا الشفوي والله العظيم ما كاينش احساس بالنجاح، ما كاين احساس بالفرحه، ما كاين احساس بوالو. نجاح وراه دعوات المظلومين والمظلومات، نجاح كتستحق انك ما كتحس انك ما كتستحق، والله ما هو نجاح، والله ما نمشي للشفوي. هؤلاء الذين نجحوا، هاد السياسيين وابناء فلان وابناء فرتلان، والله ما خاصهم كاع يمشوا للشفوي. لو عندهم ذره من حمره الخجل. قال احمد زكي في واحد الفيلم، وبزاف علينا هاد الشيء، بارك علينا والله الا كنقولها، بارك بجميع اللغات، بارك بزاف. سدوا هذا القوس هذا، الله يجازيكم بخير، وخلينا شويه تنرجعوا الثقه بالمؤسسات. يلا بدينا كنرجعوها، يلا بدينا كنفرحوا، يلا بدينا كنقولوا الحمد لله على هذا الوطن، الحمد لله اللي العالم كله يتحدث عنه. البارح يتحدث عن الانتصارات والفرحه، واليوم يتحدث عن الخيبات والانكسارات وبالفضيحه. لا حول ولا قوه الا بالله. لو ان احنا في بلد السياسيين ديالو كيحترموا نفوسهم، خاص يقدموا الاستقاله ديالهم، يسوة بواحد الواقعه وقعت في مصر اللي ما بعيده عنا ولا فايتانا بشي كبير، يعني ما متجاوزانا لا في التقدم ولا في بزاف ديال الحوايج. حنا كاملين كننتموا تقريبا لدول العالم الثالث. وزير العدل المصري سابقا في سنة ما قال واحد الكلام اللي هو جارح في حق ابناء عمال النظافه اللي بغاو يولجوا لمهنه القضاء، وقال ما من حقهمش يدخلوا. وطبعا قدم استقالته لان الراي العام قام ضده، ولان السياسيين تما كيحترموا نفسهم، وقدم استقالته. اليوم اللي قالوا السي وهبي اكثر من اللي قالوا وزير العدل المصري. السي وهبي قال على انه ولدو قرا في مونتريال وعنده جوج الشواهد ولا جوج الاجازات وهو عنده الفلوس. يا سيدي الله يزيدك، احنا ما قلنا لك حتى شي مشكل، ما قلنا حتى شي حاجه، سير سيدي الله يعطيك الفلوس. ولكن انت راه قلتيها بفمك، قلتي على انه فمك انت نقبضوك، قلتي على انه هناك سياسيين داخلين السياسه بفلوسهم وكيسيروا السياسه من خلال فلوسهم. ايوا اليوم هلا انت واش ما كتسيرش السياسه بفلوسك وبمركزك كوزير للعدل وتنجح ولدك وتنجح بزاف ديال الناس؟ لانه اليوم هي اللوائح قدامنا وكنشوفوا فيها مجموعه من الاسماء المتشابهه ومجموعه من الاسماء تنتمي الى هنا والى هناك من السياسيين ومن غير السياسيين، ومن المنتمين الى حق المحاماه والى حق القضاء والى غيره. اليوم التساؤل غادي نطرحوه عليك السي وهبي هو ابناء الشعب وين من هذا الشيء كله؟ هو 70,000 عباد الله مغربي ومغربيه حاصلين على الاجازه والماستر والدكتوراه اجتازوا هذه المباراه هذه، ما فيهم زعما كاع واحد يعني يقدر يفهم؟ ولا غير اولاد هذا هما اللي كيفهموا؟ وراه مستحيل، لا يمكن، ما يمكنش بالمنطق ديال الاشياء تكون هذه الاسماء كلها جات صدفه، او هذه اللوائح كلها جات صدفه، او هذه المتشابهات اللي الله تبارك وتعالى قال اتقوهم تجي صدفه. ما يمكنش. وما يمكن هاد 70,000 ما يكون فيها النوابغ، ما يمكنش 70,000 هذه اللي تخرجات وحفات ضربة الصباط في الجامعات في كليات الحقوق على امتداد المملكة المغربية، ما فيها لا شاب ولا شابة ينفع ينجحوا غير اولاد هادو. ورانا كهنتي الشباب المغربي، وهنتي الجامعة المغربية، وهنتي الاساتذه الجامعيين، وهنتي المدرسه العموميه، وهنتي نحن كاملين كشعب مغربي. وهذا يقتضي باش نقولوها لك، نقتضي السي وهبي حط السوارد، حط الاستقاله ديالك وسير. اليوم كنتكلموا كنقولوها صراحه، ما بقاوش نتخباو. اليوم هي وزير العدل خاصو يحط السوارد ويمشي، لانه تجاوز كل شيء. انت راه ماشي غير في التصريح اللي تكلمتي، انت تكلمتي في تصريحات كثيره جدا. انت حولت راسك المشرع، كل مرة كتجي كتقول لنا غادي نخرجوا قانون ينظم ويشدد ويعاقب، وكأنك اختزلت كل شيء في القاعدة القانونية اللي غادي تنظم من المجتمع، اللي تحل المشاكل ديال الإجرام وديال انتهاك الخصوصية وديال غيره. والسي وهبي راه كنقولها لك بالمنطق ديال القانون، راه القاعدة القانونية مؤطرة للمجتمع ولا تحل مشاكل المجتمع. اللي كيحلوا هما السياسيين، هما السياسات العمومية اللي فاشلة أو فاسدة. هي السياسات العمومية اللي خرجت على هذه البلاد هذه،
هي السياسات العموميه اللي خلاتنا في ذي التنميه البشريه 123. وكتهضر لي على سياده القانون، كتهضر لي واش كتعرف باللي نحن اليوم في مؤشر سياده القانون كنحتلوا بالرتبه 94، وهذا الشيء اللي درتي اليوم غنرجعوا الفضيحه قدام العالم، غادي نرجعوا ل 200 الرتبه الاخيره. ما كاينش شي حد على امتداد السنوات اللي تعاقبوا فيها وزراء العدل على حقيبه العدل في المملكه المغربيه وقع ما يقع اليوم. غادي يقول لي واحد راه كانوا كيدار، كان كيدار، ولكن ماشي بهذا الشكل الفج، ماشي بهذا الشكل المتكرر وبالشكل اللي كل يوم تخرج لنا مصيبه. حنا كنقولوا هذا الشيء نهار السبت غادي يتحد، نهار الحد غادي يتحد، حنا اليوم في الاربعاء وما تحد حتى شي حاجه. الله يحد الباس، ما عرفنا فين غادي بينا. بغيتي تنظم ناحيتنا الخاصه، بغيتي تدخل في الواتساب، بغيتي تشدد العقوبات، بغيتي دير وكأننا مشرع. انت جزء من حلقه التشريع وجزء من صانع السياسه الجنائيه، وكانك انت اللي تصنع السياسه الجنائيه. راه اللي كيسمعك كتقول ديالي، اللجنه ديالي، اللجنه ماشي ديالك، ماشي ديالك. اللجنه ديال المغاربه كلها وضعوا فيها الثقه باش تصحح، ماشي اللجنه ديالي هي اللي كتصحح. هادوك كيخدموا معايا، هادوك كيديروا معايا. شكون انت في ملك الله تقول هاد الهضره هذه؟ هاد الهضره كلها مجتمعه جمعناها لك كامله، وكنقولوا لك اليوم تي عليها السي وهبي خاصك تمشي تستقيل، لم تعد تصلح. راه في بعض الدول اللي السياسيين كيحترموا روسهم، الا كان ولدك، وانا ما كنقولكش ولدك ما من حقوش يدوز الامتحان، مواطن مغربي هذا خاصو يدوز الامتحان، ولكن اتقاء للشبهه راه ما خاصك تمشي، خاصك دير لجنه محايده، خاصك تجيب اساتذه جامعي يصحوا، تجيب ناس اللي بعاد على الميدان يصحوا، ماشي تجيب ناس وتصنع لجنه ودير. كل يوم كنسمعوا مسؤولين داخل الوزاره نجحوا، فلان نجح، فلانه نجحات، سياسي نجح، هذا نجح، والمواطنين المغاربه ما ينجحوش. واش بغيتي تضرب الدستور؟ بغيتي تضرب كاع النصوص القانونيه كلها اللي انت دائما تتبجج بها وتتحدث عنها وكانك انت اللي وضعتيها وكتقول غادي نوضعها؟ انت السي وهبي كتقول لنا خلقتيني 2000 منصب شغل. واش دخلت عليك بالله المحاماه هي منصب شغل؟ واش المحامي عنده رقم تعجير نيميرو تصوم؟ المحامي ليس موظفا عموميا، ولا تنطبق عليه مقتضيات القانون الجنائي ولا مقتضيات الوظيفه العموميه. هذه مهنه حره، كيدخلها وكيضحك ويضرب الصباط ويلا يدير بيرو يتقاد معاه ولا ما يتقاد معاه، ويدخل 100 درهم ولا ما يدخلها، يخلص هذوك المسائل ديالو للشهر ولا ما كيخلصهاش. اذا اش كتخسر عليه انت؟ اش كتخسر عليه انت كوزاره العدل؟ ما كتكونوش، ما كدير له البيرو، ما كتتابعوش. واش كتخسر عليه انت كحكومه باش تقول لي خلقت مناصب شغل؟ ما خلقتيش انت مناصب شغل. هذه مهنه مفتوحه، خلي كل شيء يدخل، يدير المحاماه واللي قاد على شي حاجه الله يعاونه، ولكن بالكفاءه ديالو وبالعلم ديالو، ماشي بالواسطه وماشي بباك صاحبي، ماشي جداتك المعروف. راه كاع حنا مغاربه جداتنا ما عندناش جداوات في المعروف، راه حنا مغاربه ما عندناش باك صاحبي وما عندناش الوساطه وما عندناش الزبونيه، راه وصلنا بدراعنا، راه ضربنا الكرفي وضربنا الصباط وقرينا في المدارس العموميه وفي الجامعات العموميه وسهرنا الليالي وضربنا العدس وضربنا اللوبيا، وبعض المره كاع ما ضربنا شي ولا راينا شي، ونجحنا ووصلنا وبغينا ولاد المغاربه حتى هما يوصلوا، ماشي تجي وتقضي على احلامهم. واش انت بحال كيقولوا المصريين نزلتينا من سابع سماء لسابع ارض؟ كنا مع الركراكي حلمنا وامنا بالنيه وبغينا نديروا النيه ونعاودوا نديروا الثقه ونقولوا كل شيء تبنى والمسائل مزيانه واولاد الشعب المغربي يفرحونا، وهادو اولاد منتخب غير اولاد الطبقات الكادحه شوف اش داروا وتسقطوا وطلعوا كل شيء، طلعوا المغاربه ولاو كيحلموا، جيتي انت هرستي كل شيء بدقه واحده بجره قلم. ولدي كيقرا موريتانيا عنده الاجازه باه لاباس عليه، وسيدي بالزعط الا كان باه لاباس عليه. حنا ما عندنا حتى شي حاجه، ما عندنا والو، حنا مغاربه ما عندنا والو، عندنا غير الله الوطن الملك، وعندنا دراعنا والخدمه ديالنا هي باش وصلنا. ما وصلناش بانا لاباس علينا ولا خلص علينا المدارس خاصه ولا قرينا في شي ليسي ولا كنعرفوا اللغات. راه اللغات تعلمناها البارح وبقينا كندرجوا حتى وصلنا ودخلنا للجامعه المغربيه اللي كتعايرها انت اليوماتيه، ونحن جزء من هذه الجامعه ونتاج هذه الجامعه. كيما اولاد هذا الشعب هادو اللي قدام البرلمان كيتحرقوا كيبكوا الدموع لان كتحس على انهم مظلومين، والظلم خطير جدا، اخطر ما يتعرض له الانسان هو الظلم. عندما يؤمن على انه ناجح وتجي انت وتقول له لا ما يمكنش، اللي ماستر واللي دكتورون والطلبه اللي عندهم الاجازه واللي تفوقوا في كل المباريات، جيتي انت قلتي لهم لا في من المحل ما تعرفوا والو ما تدخلوش، كيدخل هذا ويدخل هذا ويدخل هذا ويدخل هذا ويدخل هذا، اللي عنده باه وجداته والمعروف يدخلوا. وعلاش اخويا علاش
هادو راه ملي كنسمعوا شفناهم قدام البرلمان والله العظيم الا كتبكي الدموع، كتبكي ماشي تبكي. لماذا؟ لاننا نخشى على بناتنا وبنائنا في هذا الوطن، المستقبل ديال ما حنا اللي عطى الله عطاه، راه عندنا 56 عام، اش غادي نعيشوا 56 عام اخرى؟ راه حققنا اللي بغينا نحققوه. ولكن هاد الدراري اللي عندهم 10 سنين و6 سنين و8 سنين اللي كنقروهم دابا في المدارس العموميه ولا الخاصه وكنخلصوا عليهم، اش غادي نديروا لهم؟ واش نامنوا بهذا الشيء؟ وانت كتجي كتخربق لنا كتضرب لنا كل شيء في الصفر. راه هذا الشيء بزاف والله الا بزاف، ويقتضي الاستقاله ديالك تحطها. ما يفرض عليك حد، انت ادبيا واخلاقيا الاعتذار ديالك الحقيقي المقبول اللي غنقبلوه منك وتحط الاستقاله، والحكومه مسؤوله معاك. الى غدا معاقد المجلس الحكومي ديالها خاص يكون على جدول اعمالها هذا العبث الذي وقع في امتحانات المحاماه. راه كنتكلم بحسره، ليست عندي مصلحه، ولا عندي بنت ولا عندي خو ولا عندي خت ولا عندي ولد مزوج الامتحان، ولكن اولاد الشعب المغربي كلهم ابنائي وبناتي، درسهم في الجامعات وكنعرف المستوى ديالهم في جميع الجامعات المغربيه، لا افرق بين هذا وذاك. طبعا من الطبيعي ان شي واحدين ما ينجحوا، هذا امتحان فيه النجاح وفيه الرسوب، شيء طبيعي. نحن ما غنقول لك 70 كلها تدري القانون وتعرف القانون غادي تنجح، لا، غير ممكن وغير منطقي. ولكن في هذه 70,000 لا توجد 5,000 ولا 6,000 عندها المؤهلات باش تنجح. الا يوجد فيها دكاتره وماسترا وعندهم الماستر والاجازه ما يستحقوش ينجحوا، وما كيجوا ماجور في الكليات ديالهم، طالبات وطلبه لا افرق بينهم. واليوم هي كتجي كتقول لي غير فلان وفلان وفلان وفلان، وكل يوم كتطلع لنا لائحه، راه غير مجرد لوائح شبهه 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 تدينك انت كوزير وتدين الحكومه. راه لو ان في بلد يحترم فيه السياسه انفسهم لقدمت الحكومه استقالتها من هذه الفضيحه، ولا اعتذرت للشعب المغربي ولا ابناء الشعب المغربي وبنات الشعب المغربي اللي اليوم كيبكوا قدام البرلمان. اش غادي يدير لهم البرلمان؟ واش غندير لهم انا؟ واش غادي يدير لهم غيري؟ والله لن نحرك ساكنا، واقولها واجزم اننا لن نحرك ساكنا. وهذا الشيء بزاف على رأفة بابناء الوطن. راه كتهدوا السلم الاجتماعي، راه كتحطموا الخطابات الملكيه وكتمشوا ضدهم، وكنقولها وكنعاودها دائما كنعاودها، عييت من عاودها. راه الاتجاه اللي واخده الخطابات الملكيه اتجاه غادي في طريق سليم، والاتجاهات اللي واخدها النخب السياسيه غادي العكس. هذا الخطابات غاديه هاك، وانتم غاديين للور، كتجروا المغرب للور وكتجروا للقاع وتجروه لما تنحمدوا عقباه رأفة بالمغرب السوابي.